اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. احنا النهارده بقى هنعمل مع بعض كده ايه، قرصتين او الخليه، او زي ما سموها زي ما تسموها كده يا حبايب قلبي. اهوت لزوم ايه العشاء نعملهم واحنا واقفين كده في ثانيه، حاجه سهله وبسيطه خالص. وبدات معاكم اشتغل مع المكونات على طول. المكونات بتاعتنا عباره عن دقيق، ماشي يا حبايب قلبي، واللهم صل على النبي، كيس خميره، ماشي، او معلقه خميره برضو، وذره ملح وذره سكر، بس زي ما انتوا شفتوا كده. انا حطيت الخميره وحطيت الملح وحطيت شويه السكر، واقلب ايه المكونات كده جافه مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، قبل ما احط الميه بتاعتنا. والميه بتاعتنا بقى تحطها ايه حبه بحبه كده، علشان اللهم صل على النبي، الدقيق بتاعك غير الدقيق بتاعي، دقيق عن دقيق يختلف يعني. ماشي، انتوا طبعا فاهمين انا قصدي على ايه. فواحده واحده كده لما تلاقي الدنيا معاكي بدأت تلم، تنزلي بقى بالميه بتاعتك، مش تقوم نازله بالميه مره واحده. انا بس بخلي بالي من البنات الصغيره اللي بتتعلم، كن ستات البيوت ما شاء الله عليكم، وربنا يحميكم يا رب يديكوا الصحه. اهو زي ما انتوا شايفين كده، حط حبه ميه وحبه ميه، ولما تشربها وتخلصها تحط شويه كمان، زي ما انتوا شايفين كده. وهنا كنت خلصتها بقى عجين، وقلت ايه اكمل لت فيها او اكمل شغل فيها معاكم على الرخامه كده. رشيت حبه دقيق زي ما انتوا شايفين، وقلت ايه اعمل اللهم صل على النبي اكملها معاكم كده، فرد او لت على على الرخامه. كل ما تلتيها او كل ما تعجني فيها كويس، تديكي نتيجه حلوه ونتيجه ناجحه وكويسه. اه، وربنا يصلح ما بين ايديكم يا حبايب قلب كلكم. زي ما انتوا شايفين كده، قلنا ايه نعملها مع بعض بالليل. وانا كده الوقت في الوقت دوت هعجنها والتها واظبطها كده واروق عليها، وهسيبها ايه تخمر بقى براحتها. ماشي يا حبايب قلبي. اه، بفرد فيها لما تبقى ملبن في ايدك كده، وهي شايفين ما بتلزقش ولا اي حاجه خالص. وعجينه سهله وبسيطه، هو الخميره والميه والملح والسكر، شفتوا بتتلم في ايدي زي حته المنديل ازاي. اه، زي ما انتوا شايفين. نحط بقى شويه دقيق في الحله بتاعتنا، نفس الحله اللي انت عاجنه فيها، ما تعمليش حله تانية ولا حاجه. اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي اهي. اه، شفتوا ايديا نضيفه، مش معكوكه الا الدقيق بس، ولا عجين ولا اي حاجه خالص. اه، زي ما انتوا شايفين كده. ونقطعها بقى باي ورقه الاسترتش بتاعتنا، علشان تخمر وتبقى حلوه وتبقى كويسه. ماشي يا حبايبي، احنا كده بقى ايه ماشيين مع بعض خطوه خطوه. زي ما انتوا شايفين كده ايه، غطاها كويس علشان ايه تخمر معاكي وتبقى مية مية معاكي كده. في الوقت اللي احنا فيه ده بقى هسيبها تخمر، بس بعد ما اغطاها كويس. ماشي. اهو زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل ايه، اروح السوق. ماشي يا حبايب قلبي، هروح السوق. رحت السوق وجيت لقيتها ما شاء الله خمرت، وبقت ايه حتى لسه ما خلعتش العباية السمر. قلت والله لا حاشيه معاكم. جبت بقى الجبنه بتاعتنا الصفرة دي، جبنه بالفلفل من السوق وانا جايه، وقلت ايه اقوم حاشيها جبنه. في عيالي كانوا عاوزين يحشيها شوكولاته، قلت لهم بس جربوها بالجبنه كده الاول، لو ما عجبتكوش بالجبنه اعملها لكم تاني مره بالشوكولاته. والله العظيم عجبتهم جدا، وجبنه طعميه سخنه معانا واحنا جايين وتعشينا. في الوقت ده كده كنا بعد يعني بين المغرب والعشاء. زي ما انتوا شايفين كده، قلت بدل ما اغير بقى اعملها معاكم ايه على طول، عشان احطها في الفرن تخمر. ماشي يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين كده. كانت الحله اتملت على الاخر، بس العيال طلعوا جري عليها شالوها. قالوا شوفي يا ماما ما شاء الله انت كنت سايباها حته صغيره، جينا لقينا الحله مليان. والعيال بقى بتتبسط بالعجين والمعجنات والحاجات من دي. زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله كانت حته صغيره ملت الحله، كانت مليانه عن كده، بس لما العيال حركتها تحس ان هي ايه اتصفتت شويه. ماشي يا حبايب قلبي، تفتحي بقى حته العجينه بتاعتك او القرصه بتاعتك كده، وتحطي فيها بقى حته الجبنه، حته الشوكولاته، حته المربى، اي حاجه انت عاوزاها، الحشوه اللي انت عايزاها تحشيها بيها. زي ما انتوا شايفين والله العظيم يا حبايب قلبي، كانت مخليه ريحه الشقه دافيه وريحتها حلوه. الخبيز والعجين والحاجات دي في البيوت بركه. والله العظيم ربنا يديكم الصحة يا رب، واجعل بيوتكم مليانة كده بالخير والعمار، وتعجنوا وتعملوا كل اللي نفسكم فيه لكم ولعيالكم يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده. اهو، واحدة واحدة كده مع بعض، وما تخليش بينهم وبين بعض ايه ضيق قوي، عشان هما لسه يفردوا وهيمسكوا في بعض. بس حتة العجينة بتاعتنا دي بقى كانت مفروض تتعمل في صينية صغيرة عن كده شوية، فاهمين قصدي؟ بس انا بقى ايه، حطيتها في الصينية ديت وخلاص. حتى الخلية هتشوفوها في الاخر مش يعني ايه، مش مشبكة قوي يعني،
بس طلعت جميله وحلوه وزي الفل. وتعشينا والله، عشيتنا وفطرتنا قسما بالله يا حبايب قلبي. ماشي. اللهم صل على النبي. ايه كفايه ان الحاجه نضيفها في بيتك، كل شويه بتغسلي في ايدك، بتغسلي في رخامتك، عارفه حاجتك اللي انت هتاكليها وتاكلها لعيالك شكلها ايه ونظامها ايه. يعني انا يعني ايه ما بقولش والله حاجه على حاجات المحلات وكده، بس انا بتكلم على نظافه في بيتك. براحتك بقى، ممكن تحشيها نصها جبنه، تحشيها لحمه مفرومه، تحشيها شوكولاته، تحشيها كريمه، اي حاجه انت عاوزه تحشيها بيها عادي، تمشي معاكي كل حاجه. بس انا عملتها كلها بالجبنه. الجبنه دي صفرة وطعمها جميل جدا، احنا بنحبها اصلا الجبنه دي. ما بعدتش بجيب اللي هي الجبنه البيض. بلي ايدك بس زيت كده علشان ما تلزقش معاكي، وتقومي حاطاه. انا كان يعني انا شفت حد قبل كده عامل على الوش بيض، بس انا لو كنت حطيت عليها بيض انا عن نفسي مش كنت اكل منها. مش عيالي، انا مش كنت اكل منها. انا يعني مش من الناس اللي بتحب البيض او بتقرف منه، وكنتش اعرف اكلها يعني. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. اهو ما تخليش الحته ضيقه. في ريحه تانية وسعي شويه عشان هي لسه هتختمر وهتلزق في بعضها. ماشي، عشان ما تبقاش لازقه قوي يعني عن الدرجه الزياده. وسعي انت شويه، وكده كده هي هتفرد لسه وهتخمر، ولسه هتخش الفرن وكده زي ما انتوا فاهمين. اهو. اللي وصل بقى لعندي هنا يا حبايب قلبي يحط اللايك والاشتراك، واللي مش مشترك في القناه يشترك، علشان ايه عيلتنا الجميله الحلوه تكبر، وربنا يكرمنا ويسعدنا كلنا ببعض كده يا حبايب قلبي. اهو زي ما انتوا شايفين كده. اهو كنت انا عملت اتنين، قلت ارص بقى في الصينيه على طول. لسه معانا حته. هي كانت فعلا زي ما انا بقول لكم الصينيه كانت عاوزه، العجينه بتاعتنا كانت عاوزه صينيه صغيره شويه عن كده، بس انا قلت بقى ايه هعملها فيها وخلاص. الصينيه دي بحب تسويتها بتبقى رقيقه كده وتسويتها حلو. انا عندي الاتنين الصغيرين عنها شويه، بس انا كنت في دماغي ان هي هتكفيهم كلهم. بس طلعت جميله والله وزي العسل، وهتشوفوها في الاخر حلوه جدا جدا. وكانت بقى مع الطعميه كده كانت حلوه قوي والله العظيم يا حبايب قلبي. الجبنه كانت مبظبظه من الجنب كده. اه. تكتري بقى جبنه، تقللي جبنه براحتك، انت اللي هتاكلي وعيالك اللي هياكلوا. ربنا يديكوا الصحه يا حبايب قلبي يا رب، ويدومنا في حياه بعض كده يا رب. اه. بالشوكه بقى بالمعلقه براحتك زي ما انت عاوزه تحشيها احشيها. هي سهله وبسيطه ما تكلفناش اي حاجه، كده كده الناس بتشتري الجبنه في البيوت، وكده كده الخميره عندنا، او نشتري ورقه خميره ب3 جنيه، وفي ثانيه والله العظيم اتعمل. تغيير عن مثلا العيش وعن الكلام التاني اللي احنا عارفينه ده، في ثانية. بس العيال بتبقى مبسوطة كده، بتيجي حواليكي وانت مولعة الفرن، تحس ان في ريحة خبيث في الشقة. ربنا يديكوا الصحة يا حبايب قلبي يا رب، وتعملوا اللي نفسكم فيه كله يا رب. اهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك. اللي مش متابعني يتابعني يا رب. بس اكون كده بفيدكم لو بمعلومة بسيطة، واكون خفيفة على قلوبكم يا حبايبي يا رب كده، واديكوا الصحة وطولة العمر يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. يا احلى اخوات في الدنيا واحلى متابعين في الدنيا. والله العظيم كل يوم بفكر في حاجة جديدة اعملها علشان اطلع معاكم واتكلم معاكم، عشان انا بحبكم اصلا. اه زي ما انتوا شايفين كده خلصناها كلها اهيت. دي بقى ايه ندعة زيت كده زي ما انتوا شايفين، على حتة سمنة صغيرة، حاجة بسيطة بس كده، وتدهن الوش بتاعها اهو زي ما انتوا شايفين كده. في بقى حد بيحط بيض، حد بيحط سمسم، حد بيحط جست اللي بتاع اللي اسمها السمرة ديت. قلت لا انا اخليها طبيعيه خالص عشان الحشوه بتاعتها. لو محدش عاوز ياكل معاها طعميه او حاجه من دي، بكوبايه شاي كده تبقى نضيفه وحلو، مش فيها بقى ريحه زفاره والكلام اللي انتوا عارفينه ده. بس براحتكم، لو عاوزين تحطوا بيض حطوا، انا بتكلم عن نفسي وعن بيتي. يعني انا مش كيفه الحاجه اللي فيها بيض خالص. كنت ممكن لو فيها بيض مش هاكلها، فقلت لا بقى انا هخليها ساده كده عشان ايه. وفعلا والله العظيم جوز الصبح ورايح المدرسه شرب بقى كوبايه شاي كانت جميله. كانت جميله كده، قال لي تصدقي لو كنت حطيت عليها بيض يا ناديه مش كانت هتبقى برضو مديها الطعم والنفس كده مع كوبايه الشاي. قلت له شفت بقى يا سيدي، وانا اقول حاجه هتطلع وحشه ولا ايه؟
اه زي ما انتوا شايفين كده. كانت في ناس برضو زمان تحط على المكرونه البشاميل دي بيض، انا لا مستحيل، لا مستحيل احط بيض على وش اي حاجه خالص. بس انتوا الصح طبعا وانا الغلط، البيض مش وحش، انتوا صح وانا الغلط. بس النفس بقى زي ما انتوا عارفين، زي ما انتوا عارفين النفس. الواد اللي ماشي ده رايح فين يا ولا؟ خد يا ولا. معدي كده ولا همه. ربنا يسعدكم يا حبايب قلبي يا رب، واديكوا الصحة وطولة العمر. ده انت خدت فيها بقى يا اشرف، رايح جاي كده. اه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي اهوت. هندخلها بقى مع بعض الفرن ونشوف. في ثانية دخلناها الفرن وطلعت ما شاء الله جميلة تحفة. شفتوا اللي في النص دي؟ ايوه الجبنة خارجة منها ازاي، وشفتوا الديل بتاعها. والله العظيم يا حبايبي كانت ريحتها جميلة. بوريكم الجبنة، ريحتها جميلة كده ومخلية يا خراشي على طعمها بقى بالجبنة. شفتوا اتفتحت بقى كده وايه، بزبزة بزبزة. اهو شوفوا سخنة نار سخنة، الواحدة اللي بتبرد بتخلع. اهو شوفوا بقى نفتح بقى كده يا خراشي، يا خراشي يا خراشي. لسه بلطها قامت الجبنه خارجه مع السكين. شوفوا والله العظيم وطريه وهشه وجميله جميله. يا ريت تجربوها كده يا حبايب قلبي، وتكتبوا لي في التعليقات عجبتكم ولا لا، واي حشوه انتوا عايزين تحطوها حطوها عادي، مسكر حادق اي حاجه. تعصجي لحمه، تحط شرايح لانشون، اي حاجه تحطوها. بقول لكم ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك، وحاجه سهله وبسيطه. ويا رب كده كده بكون بفوتكم لو بمعلومه بسيطه. بحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا. مع السلامه.